كتير من اللي بيسمعونا دلوقتي بالنسبه له انا انترستد جدا اشتغل في مجال ليرنينج اند ديفلوبمنت، بس مش عارف ابدا ازاي، وهل انا لازم ابدا ترينر فبالتالي لازم اروح اخد TOT، ولا انا ممكن اخش انا بحب الحته بتاعه الديزاين فانا ممكن ابدا على طول بس في الحته بتاعه الديزاين واخد سيرتيفيكتس او اخد بقى يعني كورس او بروجرام ليه علاقه بالديزاين. ابدا ازاي؟ وهزود في السؤال، طب ابدا فريلانسر ولا ابدا جوه تريننج بروفايدر كومباني بتعمل ديليفر تريننج، ولا ابدا في كوربريت في ال&D تيم؟ ليه سعادتك؟ الموضوع كبير. ليه سعادتك والله. طيب تعالى نبتدي من اول خالص. تعالى نقول ان التريننج والانستراكشنال ديزاين هم الاثنين بيتحدوا على ان هم الاثنين بيمشوا على نفس الفريم ورك، فالفريم ورك ده بيؤدي للتاني. ففريم ورك الانستراكشنال ديزاين وفريم ورك التريننج بيمشوا على ايه؟ الستاندرد ادي اناليسيس، ديزاين، ديفلوبمنت، امبلمنتيشن، وايفالويشن. ادي يا جماعه دي فريم ورك انترناشونال، اي حد محتاج يبقى عارفها، يعني اي حد بيدخل دلوقتي مجال رايت ات داون وستارت ايه سيرش عليها.